مسالك المركز الثقافي المصري في الرباط في مد الجسور الثقافية والتواصل وإبراز هذه العلاقة الحميمية بين مصر والمغرب وهذا التماس الفكري والوجداني. أتشرف ويتشرف المركز الثقافي المصري أن نعقد وننظم هذه الليلة ندوة تحت عنوان مصر والمغرب رؤى سردية متبادلة. نناقش فيها ونقرأ قراءة نقدية كتابين. أولهما هو كتاب عتبات الشوق، مشاهد من الرحالين المغاربة في القاهرة والإسكندرية، للسيد الدكتور شعيب حليفي. نحييه ونشكره على أن يشاركنا هذه الندوة، وهو أول مرة شرفنا هنا في المركز الثقافي المصري. أهلا وسهلا. والكتاب الآخر هو للأستاذ أيمن عبد العزيز. أهلا وسهلا. تحت عنوان المغرب في عيون مصرية. ويشرفنا أيضا أن يقوم بقراءة الكتابين أولا الدكتور بو شعيب السوري. أهلا وسهلا. ويقوم أيضا بقراءة كتاب المغرب في عيون مصرية الباحث والناقد الأستاذ محمد أبوذر. الحديث عن الرحلة وكتابة الرحلة في السرد هي في الأصل وهي قبل كل شيء هي فعل إنساني في كل المراحل وبأشكال مختلفة، تحمل معها التجارب والخبرات. ولنا أن نذكر أن الإنسان قديما عرف هذه الرحلة، وكما ذكر في القرآن الكريم رحلتي الشتاء والصيف. أيا كانت الدوافع تجارية ودوافع دينية ودوافع ثقافية، فالرحلة تعتبر نموذج لتطور الفكر الإنساني. وفي الكتابة عرف الأدب العربي رحالة بارزون لهم رحلاتهم التي دونوا فيها مشاهداتهم لأمصار عربية وإسلامية وغربية، نذكر منهم ابن جبير وابن بطوطة وغيرهم. وفي السرد الرحلة تمثل هذا العالم الساحر من الرؤى، فمن خلالها نستطيع استكشاف الأمكنة والفضاءات حيث يختلط فيها اليومي بالمتخيل، التاريخي بالجغرافي، الذاتي بالجمع، الصورة الواقعية والصورة الذهنية والخيالية. هذه التقاطعات معا شكلت وأدت إلى انفتاح النص الرحلي على إشارات ودلالات ومتطلعات تساهم من ناحية في الكشف عن الهوية الثقافية الاجتماعية لفضاء الرحلة، وتؤسس من جانب آخر إلى بنية سردية بين الراوي والمتلقي. الحضور الكريم، حتى لا نطيل عليكم ونعطي القدر الأكبر من الوقت للقراءة النقدية، نبدأ أولا بقراءة كتاب عتبات الشوق، ويتفضل سعادة الدكتور بو شعيب السوري بتقديم هذه القراءة. نبتدي الأول بالقراءة النقدية للدكتور بو شعيب الأستاذ محمد أبوذر، وبعدين بعد كده نعطي الكلمة للكتاب المؤلفين ويعطونا انطباعاتهم عن الرحلة وكتابات الرحلة. مساء الخير حضور الكريم. عندك سيدي عندك. سعيد بوجودي في هذا اللقاء الذي يتناول التفاعل الثقافي بين مصر والمغرب، وسعيد أكثر بتقديم كتاب صديقي العزيز شعيب حليفي عتبات الشوق من مشاهدات رحالين المغاربة
في الإسكندرية والقاهرة. وقد اخترت كعنوان لهذه الورقة مختارات في التفاعل الثقافي، قراءة في عتبات الشوق. صدر كتاب عتبات الشوق من مشاهدات رحالين المغاربة في الإسكندرية والقاهرة في طبعتين. الأولى عن وزارة الثقافة المغربية سنة 2013، قد اقتصر فيها شعيب حليفي على 14 رحلة، انطلاقا من رحلة ابن جبير في القرن الثاني عشر إلى رحلة الحجوي في بداية القرن العشرين، مرورا بالعبدري وابن بطوطة والبلوي وابن خلدون والقرصادي والعياشي والغنامي والحديدي وماء العينين والغسال والكتاني، وصولا إلى مؤلف مجهول. والطبعة الثانية صدرت في مطلع هذه السنة ضمن سلسلة كتاب الهلال الشهيرة بمصر، العدد 767 فبراير 2015. وقد أضاف إليها الكاتب مقتطفات من رحلات أخرى لم تكن مصر مجرد محطة عبور في بعضها، بل كانت مقصدا أساسيا تمتد من القرن العاشر إلى القرن 21 بما فيها رحلات الكاتب، وهي رحلة المعافري والغرناطي والإدريسي والهروشي السبتي والتجيبي وابن الصباح وابن محلي وأبو العباس الضرعي وابن مليح وابن الطيب الشرقي ومحمد بن عبد السلام الناصري وأحمد الوزاني والطيب بن كيران وأحمد الصبيحي والتزاني وسكيرج وأحمد الهواري وعبد الرحمن بن زيدان وأبو بكر القادري وأخيرا الأستاذ شعيب حليفي. وهو ما يؤكد أن مصر ظلت قبلة لرحالين المغاربة حتى بعد تغير وسيلة الانتقال إلى الديار المقدسة من الباخرة إلى الطائرة. وأكيد ستكون هناك طبعات أخرى للكتاب تبعا لاكتشاف الأستاذ شعيب حليفي بنصوص رحلية قديمة لم تنشر بعد، أو رحلات جديدة ستصدر في وقت لاحق. والكتاب جزء من مشروع يشتغل عليه شعيب حليفي منذ مدة، وهو تهذيب الرحلات عبر تخليصها من الأمور الفقهية المكرورة التي لا تحمل جديدا في الرحلات، بل تشوش في كثير من الأحيان على ذاتيتها وسرديتها، والإبقاء على ما يدخل في ماهية كتابة الرحلة باعتبارها تماسا وتفاعلا حضاريا بين الأنا والغير، وآثار ذلك التفاعل على ذات الرحالة، والذي يكسبها مقروئية وتداولا أكبر حين تقود القارئ إلى رحلة عبر الورق. ويندرج الكتاب ضمن ما يمكن أن نسميه أشكال التثاقف بين الثقافتين المصرية والمغربية. وقد كان شعيب حليفي من أبرز الفاعلين في هذا المجال منذ أزيد من 30 سنة، من خلال مساهماته الفعالة والنوعية في الكثير من المؤتمرات النقدية حول الأدبين المغربي والمصري عموما، وحول الرواية بشكل خاص. لقاءات علمية حاولت معالجة بعض القضايا المشتركة من منظور تفاعلي بين النقاد المغاربة ونظرائهم المصريين. وقد أثمر ذلك مجموعة من الأعمال الأدبية والنقدية المتميزة في المغرب ومصر وما يزال، وذلك انطلاقا من هم ظل يحمله شعيب حليفي وما يزال، وهو أن الذات لا يمكن أن تغتني إلا من خلال انفتاحها وتفاعلها مع الآخر الذي يبقى ضرورة حضارية. والكتاب عبارة عن مختارات تمثيلية ومقتطفات أخذها الكاتب بتصرف ترسم لنا صورا لرؤى وأفكار عن الأمكنة، وهي محملة بأزمانها الحاضرة والماضية بشخصياتها من علماء وفقهاء وساسة ومواطنين وبسطاء من المجتمع. تقدم لنا تاريخا من التفاعل والتلاقح الفكري والصلات الوثيقة على مر العصور بين المغرب ومصر، يعني أنها ليست وليدة تجربة الحج، وإنما هي مغرقة في القدم. ركزت أغلب هذه الرحلات على جانبين في رؤيتها للقاهرة والإسكندرية، وهما الجانب السياحي بزيارة أهم المعالم السياحية والدينية والروحية والعلمية، والجانب العلمي ملاقاة العلماء والفقهاء والحرص على التفاعل معهم والأخذ عنهم والحصول على إجازاتهم، واقتناء الكتب ونسخ النفيس منها أو المشاركة في بعض الملتقيات العلمية.
وقد جاءت هذه المختارات في طبعتها المغربية مصحوبة بنبذة عن كل رحلة تتخللها صور لأهم المعالم الأثرية والروحية بالقاهرة وبالإسكندرية التي ظلت تشد انتباه الرحالين على مر العصور. ويروم كتاب عتبات الشوق ترسيخ قيم التفاعل والتلاقح الحضاري الجادين بين المغرب ومصر، باعتباره شاهدا حيا على التفاعل الثقافي الواعي في أبهى صوره التي تجلت في مشاهدة الرحالين المغاربة وانشدادهم الروحي والفكري إلى القاهرة والإسكندرية على طول 10 قرون. ويبرز لنا الكتاب أن التلاقح بين المغاربة والمصريين تم التعبير عنه بأشكال مختلفة من قرن لآخر ومن مرحلة لآخر، والمختارات التي شملها الكتاب تؤكد ذلك، وهو يؤكد شغف المغاربة بمصر العابر للقرون. وينطلق شعيب حليفي في هذا المنجز الهام من حاجة مكتبتنا إلى مثل هذه الأعمال الانتقائية التي تقدم لنا زبدة الأعمال الفكرية والأدبية التي تعرض لنا أشكال التثاقف والتجاذب الفكري التي سجلتها كتب الرحلات الحجازية، وتعيد كتابة النصوص وابتعاثها في تجاور مع نصوص سابقة وأخرى لاحقة لها، مما يعطيها حياة جديدة داخل أفق فكري جديد يسمح للقارئ بتلمس الثابت والمتحول في نظرة الرحالين عبر قرون، ويترك له الكاتب حرية التفاعل والمقارنة دون تدخل يمكن أن يوجهه أو يشوش على قراءته. إنها تشكل تاريخا للتفاعل الإنساني الروحي مع المكان الواحد عبر فاعلين ثقافيين مختلفين وأزمنة مختلفة، وتعكس ثبات المنظور إليه وتجدد رؤى الناظر. إنها تمثيلات فيها من الصدق والعفوية بروح الإعجاب والنقد وحسن التثاقف. إنها التاريخ الفعلي للصلات الوطيدة والتاريخ بين المغرب في أقصى الغرب الإسلامي ومصر التي شكلت صورة مشرقة وجسرا للعبور إلى الروح والذات. كما تعد هذه النصوص منطلقا وباعثا على كتابات رحلية وأدبية لاحقة. لذلك يعتبر شعيب حليفي أن أوصاف هؤلاء الرحالين كما يقول تشكل مراجع أساسية للكتابة والتخيل والمقارنة، انطلاقا مما يولده ذلك الانبهار والشغف بالحياة والمجتمع والحضارة المصرية ومعالمها الروحية والتاريخية، مما حقق صفحة للتثاقف والتفاعل والحوار في أبهى صوره الخلاقة بين ثقافتين أو أكثر، مغربية وأندلسية ومشرقية. كما تساهم هذه المختارات أيضا في تيسير قراءة النصوص وتداولها، بل يمكن النظر إليها باعتبارها دليلا عابرا للأزمنة محفزا على زيارة أرض الكنانة ودعوة إلى كتابات لاحقة. شكرا للدكتور شعيب الساوي، قراءة نقدية موجزة عن عتبات الشوق ومشاهدات رحالين المغاربة القاهرة والإسكندرية، مبرزا نقطة التماس والتبادل الحضاري والثقافي بين مصر والمغرب عبر العصور. الدكتور شعيب هو أستاذ عفوا أنا كنت المفروض أقول في البداية أستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدار البيضاء، نائب رئيس مختبر السرديات، وهو متخصص في أدب الرحلات ومن إصداراته الرحلة والنسق، وكذلك رهانات روائية، وكذلك أيضا يشارك بمقالات وندوات منها الرواية والسفر. شكرا للدكتور شعيب الساوي. ننتقل الآن أن نسمع يعني صوت من كتبها، ونبتدئ أولا بالدكتور شعيب حليفي صاحب كتاب عتبات الشوق، وهو أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مدير مختبر السرديات، وهو روائي أيضا. ومن أعماله التي صدرت نساء الشوق عام 92، رائحة الجنة 96، مجازفات البيزنطي 2006، لا أحد يستطيع القفز فوق ظله، ومؤخرا تراب الوتد 2013.
ومن إسهاماته أيضا في مجال النقد شعرية الرواية الفانتستيكية، الرحلة في الأدب العربي، تجنس آليات الكتابة، هوية العلامات 2004، مراية التأويل 2009. وبالطبع هذا الكتاب الذي نتناوله الليلة، عتبات الشوق، مشاهدات الرحالين المغاربة في الإسكندرية والقاهرة، إصدار وزارة الثقافة المغربية 2013، وصدر في طبعته القاهرية المصرية الهلال، كتاب الهلال في هذا الشهر يتوافق مع شهر الندوة 2015. عتبات الشوق، ونحن في شوق أن نسمع صاحب هذه العتبات، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد السفير، الحضور الكريم، أشكر أولا المركز الثقافي المصري على هذه المبادرة الطيبة التي تعكس دلالات المحبة التي تجمع بين الشعبين المثقفين وغير المثقفين، مغاربة ومصريين، وتعكس ما يجول في خاطرنا دائما ولا نبوح به إلا لماما ولا تعكسه إلا الكتابة. أحب في البداية أن أبدأ بقولة كان قد ذكرها ابن خلدون، يقول فيها: إن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء ممن حج عن مصر فقال له: أقول لك فيها قولا وأختصر. من المعلوم إن دائرة الخيال أوسع من دائرة الحس، فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رآه وجده دون ما يتخيله، ومصر بخلاف ذلك، كل ما نتخيله فيها فإذا دخلتها وجدتها أكثر من ذلك. طبعا الحديث عن صورة مصر في الكتابة المغربية أو في الذاكرة المغربية أو كما عكستها هذه الكتابات هي أقدم بكثير مما أرخته أو حاولت أن أؤرخه في هذا الكتاب من خلال بعض الرحلات. والرحلات لا تعني الرحلات بالضبط، بل تعني كل الإبداع والفكر المغربي عبر 10 قرون. فمنذ المعافري أبو بكر المعافري ابن العربي، وهو عالم كبير من المناظرين لكبار العلماء سواء في القدس أو في مصر أو في أندلس أو في المغرب، منذ هذه الفترة حتى الآن، حتى الكتابات المعاصرة من سرود معاصرة وإبداعات معاصرة، في هذه الفترة كان هناك علماء جغرافيون ومفكرون ومؤرخون وأدباء وفقهاء بساط. اكتشفت مؤخرا رحلة نادرة لفقيه كان عندنا في الشاوية وكتب، وهي نادرا ما كان يكتب عندنا نصوصا، وكتب مذكرات وذكر فيها القاهرة والإسكندرية، بمعنى أنه لو أتيحت لكل من زار القاهرة التي كانت ليست مركزا للعبور نحو الحج، ولكن كانت حجا ثقافيا يخلق في النفس كثير مما يمكن أن يجعلها تكون مبدعة وكاتبة. وأعتقد أن الكتابات حول مصر التي وردت في هذه النصوص الرحلية كما قلت لمؤلفين متعدد المشارب ما هي إلا انعكاس لجزء بسيط مما ظل مخزونا في نفوس المغاربة الذين زاروها وكانوا يروون عنها شفويا. حتى الآن الذين يزورون القاهرة ولا يكتبون يروون حكايات شفوية كثيرة عما يشاهدونه وما يتحول في نفوسهم إلى مادة للخيال. لا يمكن أن تكتب عن مكان لا تحب، لا تكتب ولا تتحدث إلا عن مكان يتحول في داخلك إلى جزء من ذاكرتك أو إلى جزء من التخيل. لذلك
الثقافة، وهذه مسألة لو وعى بها المسؤولون كل البلدان، أن المسألة الثقافية هي الجسر الأمتن لكل العلاقات الإنسانية. علاقات ما بين المغرب في هذا الكتاب لا يمكن أن نذكرها إلا من منظور ثقافي. الثقافة هي الوحيدة التي استطاعت أن تؤرخ، لا بالنسبة لمصر ولا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لأي دولة، الثقافة هي التي استطاعت أن تؤرخ لهذه الذاكرة ولهذه العلاقات بما فيها من انتقاد. العبدالي انتقد القاهرة، انتقد الإسكندرية، كانتقاد من منظور حبه لأن يرى شيئا لم يرى. ابن جبير أيضا حينما تمثل صورة القائد المخلص والمخلص صلاح الدين الأيوبي، تمثله وقال فيه شعرا في هذه المرحلة، وينتقد أشياء اجتماعية، وكأن هذه النصوص هي تاريخ آخر غير رسمي لمصر، تاريخ ثقافي واجتماعي، جزء أساسي في التاريخ الاجتماعي. لو استطعنا أن ننقله ونأخذه من هذه النصوص سيؤلف لنا كتابا عن التاريخ الاجتماعي لمصر خلال 10 سنين. قلت بأن المادة الثقافية أو الثقافة هي عنصر أساسي في لحم هذه الروابط وجعلها ننظر إليها من منظور ونحن باطمئنان إلى هذه العلاقة الثقافية التي هي علاقة قوية بين ثقافتين وشعبين وأرضين. أنا بعد هذه المدة، بعدما هيأت لهذا الكتاب، اكتشفت لاحقا أن العلاقات الثقافية هي أقدم بكثير من القرن 11 الميلادي، بل أقدم من دخول الإسلام، من الفترة الإسلامية. ما قبل الإسلام كانت هناك علاقات وطيدة كما كشفت العديد من الكتابات المؤرخين والجغرافيين، علاقات موجودة ما بين المغرب ليست تجارية بل علاقات ثقافية وتصاهرية وانتقال ناس من هناك إلى هنا ومن هنا إلى هناك. وهذه المسألة ليست مسألة عرضية بل استمرت حتى القرن 19. عائلات كبيرة جدا، مثلا عائلة الشريبي في القرن 18 كان لها دور كبير في مصر على المستوى التجاري، وعائلات كثيرة على مر العصور في حي المغاربة، في الأزهر، في تأسيس الأزهر، في أشياء كثيرة ليس في القاهرة بل حتى في الإسكندرية. وهذه العلاقات الموجودة كما أقول هي اجتماعية اقتصادية بين وثقافية، هي التي أسست هذه الصورة المتنوعة بألوان متعددة مثل نسيج جميل ما بين هذه الصورة عند كل هؤلاء المفكرين والأدباء الذين كتبوا هذه النصوص وسميت نصوص رحلية. إذن هذه النصوص منذ القرن 11 الميلادي حتى الآن، قلت بأن كانت قبل ذلك نصوص أو علاقات ظلت شفوية وربما مبثوثة في بعض كتب المؤرخين والجغرافيين، ولكن ما أرخت له أو ما حاولت أن أكتبه وهو النصوص الرحلية كما قلت. هذه الكتابات التي جمعت تعكس رؤية متعددة ومتنوعة. هذه الرؤية حينما نقرأها مع المعافري أو ابن جبير أو العبدالي أو ابن خلدون أو حتى القرن العشرين، حتى الذين كتبوا من الأدباء والروائيين الذين كتبوا نصوصا، تكشف عن هوية واحدة وهي هوية هذا الشوق. حينما ترى شيئا، الأستاذ أيمن رأى في المغرب هذه المرأة التي أنا اكتشفت بأن المرأة المغربية مهمة جدا ونحن المغاربة لا نبوح بهذه الأشياء حينما نذهب إلى مصر. نحب المرأة المصرية كما نحب المرأة المغربية، لكن لا نستطيع أن نقول هذا الكلام بشكل من الأشكال. قلت تشكل هذه الهوية
ثقافية التي تعكس هذا التعدد، هذا الحب، هذا الشوق. الغريب هو أن هذه النصوص الكلاسيكية الرحلية التي كتبت عنها ما زالت موجودة حتى في النصوص الحديثة، في النصوص الروائية. الآن هناك نصوص صحفية، كتابة عدد من الأدباء الصحفيين زاروا مصر وكتبوا سلسلة من الكتابات ومن المشاهدات ومن المذكرات، ما سميت رحلة، كتبوها عن مصر بهذا الحب وبهذا الشوق الذي كتب عنه أو كتب به ابن جبير وغيره. بل هناك روايات تستلهم الفضاء المصري كجزء من بنية هذه الحكاية في علاقتها بمحمد بن رادة وغيره، مثل صيف لن يتكرر، ونصوص أخرى لشباب أغرتهم الأرض المصرية بأدبائها وإبداعها وتاريخها في هذا التقاطع الجميل الذي يعكس مدى قدرة التخييل على بناء العلاقات الثقافية الجميلة بين الشعبين. ولا أعتقد بأن هذا الأمر منقطع أو منحصر على التخييل وعلى الإبداع وعلى الكتابة الإبداعية والتاريخية والمجالية بشكل عام، بل هو الآن صار متطورا في مجال آخر. عدد من الأدباء المغاربة الآن صاروا مرتبطين بمصر على مستوى الفن وعلى مستوى الإبداع. كثير من المبدعين الآن ينشرون بمصر ويشاركون في لقاءاتها وفي مجلاتها وفي عدد من الأشياء التي تجعل أن المنظور الثقافي الذي كان محدودا في هذه الكتابات توسع كما لا أتحدث، لست مختصا في جانب اقتصادي أو تجاري وهو مهم أيضا، ولكن في هذا المجال، في المجال الثقافي بالمفهوم الواسع، صار له حضور وأساسي، لا بالنسبة للمصريين في علاقتهم كما عرف بالمغاربة، ولا أيضا بالمغاربة في علاقتهم بمصر، وهو ما نتمنى أن يصبح جزءا من السياسة الثقافية في البلدين، لا أن يبقى على عاتق المثقفين، لأن هذه المسؤوليات الموجودة الآن. هل الأدباء الذين تحدثت عنهم أو الرحالة الذين تحدثت عنهم ليس لهم مسؤوليات رسمية، هم أدباء ورحالة كتبوا هذه الأشياء دون أن يأخذوا إذنا من مسؤول أو غير ذلك. لكن الآن نريد أن تتصم، أن تصبح جزءا من السياسة الثقافية للبلدين، أن يصبح هذا العنصر الثقافي حاضرا بقوة وأساسي لما له من جذور ومن أهمية في بناء هذه الهوية بهمومها وآمالها المشتركة. وشكرا. شكرا سعادة الدكتور شعيب، ولعلكم اكتشفتم معي ما هو سر العنوان عتبات الشوق، هذا الشوق إلى مصر، إلى المخزون الحضاري والثقافي، حيث دائرة الخيال أوسع من دائرة الحس. شكرا أيضا جزيلا على هذه الإيضاحات عبر مشاهدات لرحالين مغاربة عبر العصور، كل منهم يحمل رؤية ويحمل فكر مختلف عن الآخر، لكنهم يتفقوا على الهدف لهذه الرؤية وإبراز هذه الصورة التي نقلوها في كتاباتهم ودونوها. ويمكن الخيال وقدرته والتركيز أيضا على العنصر الثقافي، ولكم كل الحق، فهذا عنصر ثابت مستمر ودائم. هناك أمور متغيرة، لكن تبقى الثقافة، تبقى الروابط الثقافية أصيلة كالوتد متينة، أوصال بين الشعوب. وشكرا لكم أيضا على هذا العرض الشيق.